السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا الحقيقة، يعني اللي هو المكملات الغذائية. المكملات الغذائية دي حاجة طبعا يا جماعة في غاية الايه؟ في غاية الأهمية. هنتكلم دلوقتي عن أفضل المكملات الغذائية لعلاج حالات صحية محددة أو حالات مرضية محددة. أنا عايزكم كلكم تركزوا معايا إن شاء الله وتعرفوها، حتى لو مش عندكم هذه الأعراض برضو ممكن أصحابكم، ممكن أقاربكم، ممكن معارفكم برضو إن أنتوا إيه تفيدوهم يعني إن شاء الله. أنا هدفي الأساسي في القناة اللي هي موضوع الثقافة الصحية. الثقافة الصحية دي حاجة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. لو حياتنا كلها قايمة على الثقافة الصحية هيتبدل صحيا كل حياتنا إن شاء الله. أول حاجة هتكلم عنها اللي هو فيتامين دي 3، فيتامين د. فيتامين د ده الواحد يعني ممكن يألف كتب عنه الحقيقة، يعني لإيه؟ لأهميته للجسم كله. في البداية بس عايز أعرفكم إن أجسامنا إحنا بتكون عندها مقاومة كبيرة الحقيقة لامتصاص فيتامين دي. ليها أسباب طبعا أكيد، يعني أسبابها طبعا إن إحنا للأسف في المنطقة العربية ربنا سبحانه وتعالى وهبنا بشمس مشرقة تقريبا مثلا 12 شهر في السنة مثلا ولا حاجة، وإحنا دايما بنبعد عنها. فعدم التعرض لأشعة الشمس. ليه؟ احنا قاعدين دايما يا اما في بيوتنا، يا اما قاعدين في المكاتب، يا اما قاعدين في المدارس، يا اما قاعدين في الكليات بتاعتنا، يا اما قاعدين في المعامل، يعني كل واحد بيكون في شغله فبيكون بعيد عن اشعة الشمس. وبعد كده بنخلص شغلنا او بنخلص دراستنا وبنجري جري على البيت، بنركب المواصلة او بنركب عربياتنا وبنجري على طول على المنازل بتاعتنا. امتى بقى هنتعرض لاشعة الشمس؟ مش عارف الحقيقة يعني. فطبعا بيبقى في عندنا طبعا ايه مقاومه لامتصاص فيتامين د، واحنا عارفين ان اشعه الشمس في اوقات معينه وذكرتها في اكتر من فيديو قبل كده مهم جدا عشان يحول فيتامين دي 3 الاطعمه اللي انا باخدها او حتى الادويه من الصوره الغير نشطه للصوره النشطه بوجود الاشعه فوق البنفسجيه اللي موجوده في الشمس. يبقى اول حاجه اللي هي الاسباب عدم او مقاومه الجسم امتصاص فيتامين دي اللي هو عدم التعرض لأشعة الشمس. برضه حسب الموسم، يعني مثلا الشتاء غير الصيف غير الخريف غير الربيع، برضه في أوقات معينة الشمس ما بتكونش يعني طالعة فيها كويس، أو بيكون الجو ممطر أو جو ريح أو جو تراب أو الحاجات دي كلها. فطبعا يبقى إيه مرتبطة بالموسم. وحسب السن، في ناس برضو يقول لك انا عندي حساسيه لما اطلع في الشمس بيحصل لي مشكله او الحاجات دي كلها. وبرضو الاوزان، يعني السمين بتبقى عنده مقاومه كبيره جدا عشان اشعه الالترا فايلوت، الاشعه فوق البنفسجيه، انها تخترق. لو عنده بطن مثلا ولا حاجه بيكون تخترق الطبقات الدهنيه الكتيره دي عشان تخش جوه جسمه. طيب دلوقتي المقاومة بتاعتنا دي أو مقاومة جسمنا لامتصاص فيتامين دي وعرفنا الأسباب بتاعته، هل ليها مثلا تغلب لهذه المشكلة؟ طبعا. فبنضطر إن احنا إيه ناخد فيتامين دي 3 عن طريق الفم، عن طريق أدوية يعني. والحقيقة الجرعة اللي هي المناسبة جدا يعني لحركتنا ولمقاومتنا للأمراض وزيادة المناعة بتاعة الجسم وتخفيض الضغط وتظبيط السكر ومقاومة الأنسولين بالنسبة للمرضى السكر، ربنا يشفيهم ويعافيهم. وأي حد عنده التهابات جلدية، وهنتكلم على الحاجات دي كلها. فبتكون الجرعة الحقيقة يعني الخلاصة إن هي بتكون 10000 وحدة في اليوم، 10000 وحدة دولية في اليوم. مفيد جدا في حالات الفيتامين دي 3 في امراض المناعه، امراض المناعه الذاتيه. امراض المناعه الذاتيه الجهاز المناعي لو كان عنده فرط نشاط اللي هو الجهاز المناعي، فيعني
بيهديه. فيتامين دي 3 بيهدي فرط النشاط ده او النشاط بتاع الجهاز المناعي. اما لو كان الجهاز المناعي بتاع الجسم زي الامراض مثلا والعياذ بالله، ربنا يشفيهم ويعافيهم، مرضى السرطان او مرضى الايدز او مرضى الكلى مثلا ولا حاجه، فده بيكون ضروري واساسي في موضوع العلاج بتاعهم. اي التهاب، دي اول حاجه. تاني حاجه اي التهاب برضو مفيد جدا فيتامين دي 3 فيه. حالات الاكتئاب، في ناس عندها اكتئاب، في عندها ارق، في عندها توتر، في عندها قله نوم، برضو ما بتتناول فيتامين دي 3، بس لازم هيكون معاه ماده المغنيسيوم، وهتكلم عنها ان شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو. في غايه الاهميه، الاثنين مكملين بعض والاثنين بينشطوا بعض. في حالات الاكتئاب والقلق والتوتر وقله النوم وكل ده بيكون مفيد فيه جدا فيتامين دي 3. في حالات الجلوكوما اللي هي الميه الزرقاء في العين، وكتير جدا على فكره مشاكل العين بتتحسن بتناول جرعات ممكن اكبر شويه من فيتامين دي 3. ناهيك بقى عن حالات مثلا اللي هو الشكوى المتكرره بالنسبه للمنطقه العربيه لعدم ممارستنا الرياضه الحقيقه يعني، واقلها مثلا رياضه المشي، اللي هي الام بتبقى اسفل الظهر، طبعا بيشتكوا منها رجال ستات كله، وكل الاوزان على فكره يعني، طبعا بتزيد في الوزن الثقيل بس موجوده في كل الاوزان. يبقى الام اسفل الظهر، الام الحوض، الام الفخذ من قدام ومن ورا اللي هو عرق النسا، والام بيبقى العظم، يقول لك العظم بتاعي بيوجعني، كل الحالات دي كلها يا جماعه بيفيد فيها جدا فيتامين دي 3 وبيخفف جدا من هذه الالام. حتى كمان في يعني يسأل فيها طبعا أطباء الأمراض السرطانية في وجود الأورام والخلايا السرطانية والحاجات دي كلها، فيتامين دي 3 بجرعات كبيرة بيساعد على انكماش هذه الأورام أو الخلايا السرطانية. بناتنا الحلوين أو أي حد اللي هو بيشتكي من دايما من سقوط الشعر والالتهابات الجلدية والحاجات دي كلها، برضو اما بيتاخد مع العلاج يعني طبعا مش لوحده، فبيحقق الحقيقه نتائج مذهله. انما الاهم من كده ان احنا نتناول فيتامين دي 3 مع عناصر في غايه الاهميه اللي هي 3 حاجات: المغنيسيوم والزنك وفيتامين كي 2. ليه بقى الثلاثه دول واهميتهم ايه مع فيتامين دي 3؟ هتكلم عنهم ان شاء الله في جزء تاني من الفيديو. استنيكم ان شاء الله في الجزء الثاني. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.